ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه اخباركم؟ يلا قبل ما نبتدي اي حاجه ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وقبل ما نبتدي اي حاجه نسمي الله ونقول بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على ال محمد. لازم يكون لساننا كده تملي في ذكر الله. نستغفر كتير يا حبايب قلبي عشان اي حاجه بنعملها حتى لو كانت بسيطه تطلع مفيش احسن منها. تمام. انا النهارده ان شاء الله ناويه اعمل معاكم رز بلبن. الرز بلبن انا عارفه ان هو مش صعب ومش حاجه، بس لا، في كذا تكات بسيطه تخلي الرز بلبن يكون ناجح ويكون احلى. بصوا من المحلات كلها. يلا تعالوا معايا وانا اوريكم طريقه الرز بلبن بتعمل ازاي. يلا حبايب قلبي، ادي معايا حله هنجيب فيها نص كيلو رز. على كل ربع كيلو رز هناخد بتاع 2 لتر من اللبن. يعني الكيلو الواحد بياخد ربع كيلو رز الا شويه. انا بعملهم بمعيار بالمج. تمام. هنرفعه كده. ايه ده، انت ما بتغسلوش؟ ما بغسلوش لان الرز اللي معايا رز فاخر. ممكن تعمليه بلدي، ممكن تعمليه اي حاجه. انا عايزه النشا اللي فيه عشان ما احتاجش نشا كتير. وادي النشا وفانيليا ومعانا اللبن والسكر. ويلا نسمي الله كده واحده واحده مع بعضينا. هرفع دي على النار. تمام. لما دي نرفعها كده على النار ادينا هنحطها على النار. ادينا اهو ولعنا على الحله. بنغطي الرز في حاجه بسيطه جدا زي كانك بتسقيه، علشان خاطر انا عايزه اللبن هو اللي هيكمل سواه. بس كده ونروح مغطيينها بقى. تمام. بصوا حبايب قلبي، ادي الرز اهو داخل على سوا خلاص، وابتدت الميه تشرب. بيكون فيه اخر شويه، اخر حاجه فيه، بس حاسبه عشان ما يفرش ويبهدل الدنيا. يعني لازم تكونوا جنبها عشان اللبن كمان لما يجي ينزل. والحاجه بسم الله، لازم نقول بسم الله وبركه بسم الله. لما بنسمي والله لو ربنا هيطلع لنا حاجتنا احلى منها ما فيش زيها، وكل البيت يبقى يشكر فيها وكل يحبها وكل حاجه تبقى حلوه. لازم لسانك كده تعملي يكون مليان بذكر الله. استغفري كتير، سموا الله كتير. يعني لازم كده على طول نكون مداومين يا جماعه. دي ابسط الحاجات البسيطه والله اللي بتخلي الحاجه ناجحه. ماشي حبايب قلبي، ادينا اهو ضفنا اول كيلو. اما يبتدي احس ان الرز خلاص ابتدى يستوي فهنبقى على طول هننزل الكيلو التاني. ماشي حبايبي، خليكم معايا خطوه بخطوه. وادي تاني كيلو اهو. بسم الله بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. بسم الله. تمام. ادي كده حطيت تاني لتر، يبقى كده ما فاضلش معايا الا النشا والفانيليا والسكر. تمام. بصوا بقى يا حبايب قلبي، اول شيء ادي اهوت اللبن اهو لسه بيغلي وهيفور اهو. انا بحب اعزز الطعم براحتك. انا لو في ايس كريم كنت حطيه، بس مفيش، حطيت قشطه، معلقه قشطه عشان محدش يقول لي تقيله ومش تقيله. لا والله بتخليه، بتودي الرز بلبن في ناحيه تانية خالص. ولو في ايس كريم بيكون احلى واحلى كمان من القشطه. طالما بتعملي حاجه بقى لاولادك اعملوا لهم حاجه بجد تكون جميله بحيث ياكلوها بالف هنا وتكون صحه ليهم.
بصوا يا حبايب قلبي، السكر طبعا حسب الرغبه. انا بحب احط على كل كيلو لبن ربع رز ربع سكر، وممكن احتاج شويه عشان خاطر حسب السكر اللي انتي بتحتاجيه واللي انتي بتستخدميه. طبعا لو سكر تومين بيحلي جامد، لكن لو سكر من هو النظيف الابيض ده ساعات ما بيكونش بيحلي قوي، فبحتاج يعني ربع وشويه. السكر ده انتي اللي تقدري تتحكمي. فطبعا انا عامله 2 لتر، هحط ايه، مجين من السكر اللي هو يعتبر نص كيلو. وما ننساش نستغفر ربنا تملي كده، ونقعد نقول بسم الله يا بركة بسم الله، وننزل بيه كده واحدة واحدة عشان ما يلزقش من تحت ويشيط لك الحلة من تحت. كده تمام لحد كده دلوقتي. بصوا يا حبايب قلبي، احنا كده حطينا السكر، ونحط بقى فانيليا حسب الرغبة. عايزة اللي هي السايلة تمام، عايزة اللي هي البواكي برضو اللي يريح، دي جميلة ودي جميلة. ونقلب كده تمام. نجيب النشا بقى ونحطها على كل كيلو لبن معلقة او معلقتين نشا حسب ما انتي ما تحبي. تمام. انا حاطه بالظبط 3 معالق على 2 كيلو، ممكن تحطي 4 انتي، وتدوبيهم في شويه ميه صغيرين، وتنزلي بسرعه تقلبي عشان ما يعملش تكتلات معاكي. نفضل نقلب 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 لحد ما هو ذات نفسه يديك السمك اللي انت عايزاه، وتسيبيه يغلي، عشان لو كتل معانا بيبقى دي المشكله. بصوا هو معانا اهو، لسه كل ده متقلش. رك ما يتقل هدي النار، عشان انا ببقى بنزل بايد كده وبقلب بايد. لكن لو انا هنزل زي ما انا ما نزلت كده، لازم تكون النار هاديه عشان ما يعملش معايا تكتلات. تمام. عايزين اهو لحد الان. تمام. وكده حبايب قلبي يبقى كده معايا الرز اللبن خلاص اتعمل. هقفل عليه بقى، سيبه بس يهدى كده دقيقة ولا حاجة، عشان ابتدي اجهز العلب بتاعتي واحط فيها. يلا حبايب قلبي، ادينا. بص انا بحب احط في علب. هتقولي لي ليه علب انت في البيت وكده؟ اقول لك لا، العلب بتبقى جميله لو خارجه في مشوار او في اي حاجه، عشان انا معايا شام صغير، فلما بكون رايحه في اي حته بدل ما اشتري له كيكه او اي حاجه من الشارع، انا بحب اعمله ده، او اسيبه لاولادي في التلاجة متغطيه، وبيبقى جميل جدا وياكلوه بألف هنا. هوريكم شكله برضه. بصوا حبايب قلبي، وادي ال2 كيلو عملوا لي كل الكميه دي. طبعا بسيبه يهدى خالص، وادي بصوا وشه عامل ازاي، بسيبه يهدى خالص. وبعد كده الحاجات اللي من المغرفه وقعت بمنديل صغير كده، وابتدي ان انتي تمسحيه قبل ما تقفلي العلبه. تمام يا حبايب قلبي، عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو. وكنتم مع حازم وشيماء. ما تنسونوش في الدعوه، واوعوا تنسوني في اللايك وتعليق حلو كده من قلبكم، تحبوا اعمل لكم كل ايه جديد. وهوريكم برضو بعد ان شاء الله لما يمسك يقعد يهدى بس كده، وبعد كده امتى نقفله كل حاجه. تمام يا حبايب قلبي، يلا اشوفكم على خير، نتقابل في الفيديو الجاي. باي، مع السلامه. بصوا حبايب قلبي قلنا باي، بس نسيت اقول لكم على دي. بصوا الحله ايه، لا لزق فيها ولا حاجه شاطت تحت ولا اي حاجه، يعني في ثانيه الا ثانيه تدعكيها والدنيا تمام. عشان في ناس بتقول انا بعمل رز بلبن
الرز بيلزق تحت، السكر بيشيط تحت، الكلام ده كله لا. خليكم ماشيين بطريقه شيماء، وان شاء الله ان شاء الله تكون حاجه ناجحه مفيش منها اتنين. يلا حبايب قلبي، معلش لو طولت عليكم. بص يا حبايب قلبي عشان ما اطولش عليكم الفيديو، بص لما قعد شويه تقل ازاي، شايفينه؟ كل مدى ما تركنيه هيتقل اكتر، شايفين السمك بتاعه؟ يلا حبايب قلبي، مع السلامه.